من بعد وفاة الأب ديالها ورثات التجارة وولات من أنجح التجار في مكة. السيدة خديجة رضي الله عنها كانت مرة مختلفة قبل ما يعرفها التاريخ كزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت مرة سبقت العصر ديالها بالعقل ديالها وبالهدوء ديالها وبقلبها الكبير. تزادت في مكة وسط عائلة قريشية معروفة، طبعا هي السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد. كان الأب ديالها من كبار التجار، من صغرها وهي معروفة بالحياء والرزانة، وما كانتش كتدخل في لهو قريش ولا العبادات ديالهم للأصنام. كانت ديما كتميل للنقاء والصدق حتى لقبوها الناس بالطاهرة. من بعد وفاة الأب ديالها ورثات التجارة وولات من أنجح التجار في مكة. ما كانتش كتخرج للأسفار، ولكن كانت كتدبر كل شي بالعقل ديالها، وكتختار الرجال اللي تثق فيهم وتعطيهم المال باش يتاجروا ليها. كانت كتربح بزاف، ولكن عمرها ما كانت طماعة. كانت كتعاون الفقراء وتوقف مع المظلومين، وهذا الشي خلى الناس يحترموها بزاف. في ذاك الوقت كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شاب يتيم، ولكن الله عوضه بأخلاق عظيمة. كان معروف بين الناس بالصدق والأمانة، حتى اللي ما كيبغيش ما يقدرش ينكر هذا الشيء. السيدة خديجة سمعت عليه بزاف، وسمعت على الطريقة ديالو في البيع والشراء، وعرضت عليه يخدم معها وهو وافق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الرحلة للشام، ومعاه الغلام ديالها ميسرة. في هذا السفر بان الفرق الكبير بين محمد صلى الله عليه وسلم وأي تاجر واحد آخر. كان كيبيع ويشري بالصدق، وما كيحلفش وما كيغشش، وكان الربح كبير. ميسرة حتى هو شاف أمور ما كانتش عادية في هذه الرحلة، بحال الغمامة اللي كانت كتضلل عليه في الطريق، وبحال الرهبان اللي كانوا كيهضروا كيشوفوا فيه بنظرة مختلفة، بحال إلا عارفين شي حاجة ما عارفة حتى شي واحد. من رجعوا لمكة ميسرة حكى للسيدة خديجة كل شي بالتفصيل، وزادها الربح الكبير. هنا قلب السيدة خديجة تحرك، ولكن ما كانش إعجاب عادي، كان احترام عميق. الإنسان شافت فيه الصدق اللي نادر. بدات كتفكر فيه كزوج، ولكن بحياء وحكمة. خلت الصديقة ديالها نفيسة بنت منية تمشي تهضر معاه. محمد صلى الله عليه وسلم منين سمع بالأمر وما ترددش، وما حسش بالفرق اللي كان بيناتهم، ومشاو خطبوها عند العم ديالها. تزوجوا. كان زواج بسيط، ولكن فيه بزاف ديال البركة. عاشوا حياة كلها هدوء ومودة. السيدة خديجة كانت الزوجة اللي كتحتوي، كتسمع وكتساند، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الزوج اللي كيحترم وكيقدر. عاش معها سنين وما فكرش يتزوج عليها، وكانت هي المرأة الوحيدة في حياته حتى توفات. رزقهم الله بالأبناء، ولكن حتى الفرح ما كانش كامل. أول ابن ليهم كان هو القاسم، وهنا كان كيكني الرسول صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، ولكن توفى وهو صغير، وكان الألم كبير، ولكن الصبر كان حاضر. من بعد ولدت السيدة خديجة الابن الثاني اللي كان الاسم ديالو عبد الله، اللي كانوا كيسميوه الطيب والطاهر. توفى هو كذلك. من بعد السيدة خديجة كتولد 4 بنات، اللي هما زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء. السيدة خديجة كانت أم حنونة، كتربي بنتها على الحياء والرحمة، وعلى كره الظلم وعبادة الله الواحد. من بعد سنين جاء اليوم اللي غير وجه التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيمشي لغار حراء يتعبد بعيد على الضجيج ديال مكة، وفي واحد الليلة نزل عليه الوحي. رجع للدار مرعوب، القلب ديالو كيرجف وكيقول زملوني زملوني.
في ديك اللحظة السيدة خديجة بان المعدن ديالها الحقيقي، ما شكاتش، ما قالتش علاش ولا كيفاش، ولكن حضناتو غطاتو طمأناتو وقالت ليه كلام بقى خالد في الذاكرة: والله ما يخزيك الله أبدا، حيت انت إنسان زوين، كتصل الرحم وكتعين الضعيف وكتنصر الحق. من بعد وبعقل المرأة الحكيمة خدات بيدو مشاو عند ورقة بن نوفل اللي كان عالم ديال الكتب السماوية. كانت هي أول وحدة صدقات وآمنات واطمأنات، كانت أول مسلمة وأول سند وأول قلب حمل هم الدعوة. من بدات الدعوة السرية كانت السيدة خديجة كتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في دارها بلا خوف، ومنين خرجت الدعوة للعلن ولات قريش كتآديهم، كانت هي الحصن. صرفات مالها، ضحات براحتها، وشافت بناتها كيتآداو هما كذلك، ولكن بقات ثابتة. جا الحصار، أصعب مرحلة، 3 سنين وهما محاصرين في شعب أبي طالب، الجوع، العطش، البرد، البكا ديال الأطفال. السيدة خديجة كانت أغنى نساء مكة، ولات ما كتلقى حتى ما تاكل، ولكن عمرها شكات. كانت كتشد يد النبي صلى الله عليه وسلم وكتقول ليه: صبر، ربي معانا. هاد السنين دمرات صحتها، تعب الجسد ديالها، مرضات، وحس النبي صلى الله عليه وسلم بالضعف ديالها، ولكن الله عوضها بأعظم بشارة. جا جبريل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. منين بلغها جاوبته وقالت ليه: السلام، الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. السيدة خديجة رضي الله عنها توفت بعد 3 سنوات تقريبا من الهجرة أو قبل الهجرة، عمرها كان 65 عام. ماتت في مكة، في هاد الأرض اللي عانت فيها، ولكن قلبها كان معلق بالجنة. العام اللي ماتت فيه تسمى عام الحزن، حيث أبو طالب توفى كذلك، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم بلا سند بشري. الحزن ديالو عليها كان عميق، وبقى وفي ليها حتى آخر العمر ديالو. كان كيهضر عليها بزاف وكيبعث بالهدايا للصديقات ديالها، ومنين تيسولوه كان كيقول: آمنت بي حين كفر بي الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس. حتى السيدة عائشة رضي الله عنها كانت كتغير بزاف من كثرة الذكر ديالها، وخاصة فاطمة بنتها كانت المرآة ديالها. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كيشوف السيدة فاطمة الزهراء كيقوم ليها وكيقبل الجبين ديالها بحال الا كيشوف السيدة خديجة قدامه من جديد. السيدة خديجة رضي الله عنها ما كانتش غير زوجة نبي، كانت روح الدعوة، كانت درس في الحب، في الصبر، في الوفاء والإيمان. مرة عاشت بهدوء، ولكن الأثر ديالها بقي إلى يوم القيامة، رضي الله عنها وأرضاها.